السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل طريقة سهلة خالص للآيس كريم، وعشان احنا في الصيف وكده يعني فمحتاجين حاجة ساقعة تطر علينا. الآيس كريم ده سهل جدا ومفيش خطوات كتيرة زي اللي شفتوا ناس كتيرة يعني عاملاه بخطوات كبيرة وكتيرة وسكر جلوكوز ومش عارفه، لكن دي متوفرة في كل بيت. وهندخل فيها فاكهة كمان. الفاكهة دلوقتي اللي معانا في الصيف يعني بتكون منتشرة المانجا. يبقى لو كان عندك منجيتين تحطيهم في التلاجة في الفريزر، وبعد كده تقشريهم، بعد كده بتقطعين بالسكينة، وتسيبين كده في طبق وتخليهم برضو في التلاجة عشان يكونوا ساقعين. ده هيساعد معانا على الضرب مع الكريمة. وهنا مع كوباية كريمة، كوباية سكر بودرة، كوباية حليب مثلج. يعني بصي فيها هتلاقيها هنا فيها قطعة من التلج ماشي. وهنا هنزينه بالشيكابون. بعد كده هناخد العجان نضرب فيه بس. وهنا معانا مضرب كهرباء، لازم كهرباء علشان يعمل معاكي تبقى يعني الجودة بتاعته كويسة وعالية. هضربهم اوريكم كيف في الطبق وبعد كده اجيلكم. هنا انا حطيت السكر البودرة كوباية كريم شانتيه وكوباية لبن مثلج. كل القوام بتكون من نفس المقاس قد بعض، وبضربهم بالمضرب شوية قوي يعني لحد ما يبقوا متماسكين خالص. بس هنا انا هفصل معاكم الفيديو يعني علشان هنا انا بقول لكم هفصل الفيديو واسيبه هنا يضرب شويه كتار عشان افصله عشان ما يبقاش يعني طويل عليكم الفيديو. ماشي ثواني وجايالكم. هنا بعد ما ضربتهم خالص اهو قسمتهم الاتنين عشان هعمل حبة منهم بالشوكولاتة وشوية تانيين بالمانجا. هضربهم اخر ضربة معاكم. بس بعد كده هجيب المانجا انزلها شوية شوية واضرب. طب هخلص الكمية وهرجع لكم. كده خلصت كل كمية المانجا معايا. اضربهم كويس خالص لحد ما قطع المانجا دي تدوب مع الكريم شانتيه ويتمزجوا كده مع بعض. هنا جبت على الناحية التانية شوية صغيرين من خلطة الكريم شانتيه اللي عملناه، وجبت عليه معلقة كبيرة من الكاكاو. هقلبهم حتى بالمعلقة كده مع بعض، مش مهم المضرب عشان يبقوا بالشوكولاتة. اقلب كويس خالص بس كده. يعني دي احلى طريقة ايس كريم اقتصادية جدا موجودة في كل بيت. ما عليك غير انك انت تشتري الايس كريم ده، بتشتريه خام سايب يعني من برا من عند العطار. قلب كويس بس. واكيد عندك سكر ولبن بتحطيه. ممكن عايزة تحطي فيه فاكهة حطي، مش عايزة خلاص مانجا ماشي، فراولة ماشي، بطيخ ماشي، اي حاجة عندك. ما عندكيش عادي ولا يهمك. بس كده بص اللمعة اللي فيه دي هتدي طعم جميل خالص.
بس انا كده قلبته. هروح اصبه في العلب بتاعته مع المانجا وهاجي اوريهولكم. وهنا برضو هزينه بالشيكوبون، اي حاجة عندك، فول سوداني، اي مكسرات هتزينين. اصبه واجيلكم. هنا بقى صبيتهم في العلب وبزينهم الشيكوبون. على فكرة فيه زي كده بالظبط جاهز ايس كريم الزين برضو بالشيكوبون. اكمل التزيين وارجع لكم. هنا بعد ما خلص الايس كريم زيناه بالشيكوبون، حطيناه في العلب. بس كده بقى كده خلصنا وصفة النهاردة. الايس كريم اقتصادي جدا، يعتبر بمكون واحد بس اللي انت هتشتري له هو الكريم شانتيه وبس. يلا زورونا وتابعونا على قناة مطبخ زمان. الى اللقاء، باي باي.